شبابنا الآن تغيروا يا أخوان. أنا رأيت مرة محاضرة في شارع التحلية عندكم هنا في جدة، في موضة عند الشباب، موضة والله ما تنقال، يجعلون الجنز والبنطال هذا بدون سبتة. رأيتموهم؟ وش اسمها ذي؟ بطحني، طيحني، أطقع منها. هي طيحني ذي. كنت أنا جاي معي واحد من أهل الجنوب قحطاني خوي لي، رجال راعي شروه من عندي، راعي مقانيس وراعي هبة ريح، ما عمره طب جدة في حياته أصلا، وجاء معي إلى شارع التحلية، وكنت في المحاضرة وكان هو جالس في الأخير، وكل ما جاء واحد إلا السروال نازل، أخ العيال والوالي ولا اعقصوا يا رجاجيل. كل ما شاف طيحني، ونعنا بيكم يا رجاجيل، ارفعوا سراويلكم. هو يعتقد ان السروال البنطلون ذا انه نزل من تلقاء نفسه، ما يدري انها موضة. ايش موضة ذي؟ هذه موضة؟ هذه موضة السنة، جل السنة الجاية وش هي؟ بدون. الله يغفر الذنب. يا أخي مشكلة لو سجد، هو صلى وسجد وش بيصير؟ فهذه وجدناها في شارع التحلية في جدة، وصراحة شيء مخيف والله يا أخي، شيء روعنا. قالوا هذه الموضة. بل يوم الأيام كنت ناصح شباب، والله يا أخواني إني جالس معهم وإني طول المحاضرة معهم إني أغض البصر، لأنه صابغ شعره على وجهه على لون الجنز على لون البنطال، كله لون واحد، تقول باخ بويج، وأشكال غريبة وقصات وأشياء. عاد أنا هم على اليسار جالسين، أنا أتكلم على اليمين. على الإنسان أن يتقي الله. ما أقدر أناظر فيهم، أشكال يا أخي ما تدري هو ولد ولا بنت. حتى واحد منهم قال شيخ أبو زقم، قلت يا نعم. ها وش فيه؟ قال والله من جدة يتكلم بصراحة، ما عنده والله لف ولا دوران، هو من جدة تفاعل مع المحاضرة. قال شيخ أبو زقم، قلت نعم، كذا عطيته على جوي يا نعم. قال إيش رأيك نجيب خوياتنا تنصحهم معانا؟ قلبي. تجيب خوياتك عشان نروح فيها صدق. أنا التفت عليه قلت الله يجزاك خير، أنا غض البصر عنك، أنت وجهك تبي تجيب خوياتك. أنا قاعد أغض البصر عنه وجنبي هنا ونتكلم كذا، يبغى يجيب خوياتك، مصيبة، تصير كارثة ذيك الليلة.